بالنسبه للناس اللي كانوا كيستافدوا من الدعم المباشر ديال 500 درهم في الشهر والمده 3 شهور وفجاه توقف الدعم، فنظركم علاش توقف؟ بغيتوا تعرفوا علاش؟ وبقاو معايا. استاذ عبد الفتاح، شنو هي الاسباب المباشره اللي خلات الدعم يتوقف؟ هناك 3 أسباب أساسية في إيقاف الدعم بالنسبة لبعض المستفيدين. كيفاش؟ عاود ما سمعتكش. هناك 3 أسباب أساسية في إيقاف الدعم بالنسبة لبعض المستفيدين. لا زيد عاود زيد، ما سمعتكش مزيان، عاد زيد عاود. هناك 3 أسباب أساسية في إيقاف الدعم بالنسبة لبعض المستفيدين. كيفاش زعما 3 الاسباب؟ ما فهمتش. المهم قلنا السبب الاول. السبب الأول هو ارتفاع المؤشر، يعني تحسن حالة العيش بالنسبة لبعض الأسر. كيفاش زعما تحسن حالة العيش؟ زعما دغيا داروا لاباس في 3 شهور ولا كيفاش؟ المسألة ما متعلقاش بالدخل. واخا ما علينا، هذه غندوزوها ماشي مشكل. والسبب الثاني؟ كاين السبب الثاني هو انه كاين فئات اللي كتدخل في اطار غير الاجار وخصهم يؤديوا الواجب المستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باش يمكن لهم انهم يستافدوا من الدعم الاجتماعي. بلاتي قلتي عمليه تحيين، كيفاش كتماد عمليه تحيين ديال المعلومات؟ كتتم عن طريق السلطه المحليه، يعني كل 3 اشهر هناك تحيين الملفات، عرفوا على انه كاين تشبيك، ما يعرف بالتشبيك. كيفاش تشبيك عاوتاني؟ ما فهمتش. يعني مجموعه من المؤسسات اللي كتعامل مع المواطن. بحالاش؟ مثلا الاتصالات، الناس اللي كيأديو مثلا شراء سياره، شراء مثلا دار. بلاتي كيفاش شرا الدار، شرا السياره؟ ياك غير 3 شهور كيتخلص 500 درهم في الشهر المواطن، كيفاش زعما كي دار ليها؟ اجي وما تزيدونيش شي 3 شهور باش نشريو شي فيراري، شي فيلا كبيره، وهذيك الساعه بغيتو تقطعوا الدعم ماشي مشكل، حتى نديروا لاباس.